عارف اللي انا هقوله لك ده غريب، بس انت محتاج تكون شخص ناقص. انا سامح، ودي حلقه جديده من سلسله يوم التلات. خليني اقول لك ان انا عارف وانت عارف ان احنا دلوقتي بقينا نسعى ان احنا نطلع احسن حاجه في الدنيا، من اول الستوري اللي احنا بننزلها وانها بننقي الفلتر ونحاول نطلعها باحسن حاجه ممكنه لحد شغلنا وعلاقاتنا وحياتنا وكل حاجه. لكن للأسف في سعينا ناحية الحتة دي بيخلينا نفوت أهم حاجة في الدنيا، وهو إنه بيبوظ علينا متعة الصدفة، الغلط، اللحظة اللي ملهاش توقع. أتذكر مشهد من فيلم رسائل بحر لما بسمة جابت ستيريو لآسر ياسين كهدية، وساعتها آسر ياسين في شخصية يحيى يعني رفض الهدية ولا جملة فشيخة علشان بحس إن المزيكا الواحد لازم يتعب عشان يسمعها، لازم يبذل شوية مجهود ما يبقاش عارف النتيجة. مرة الأوركسترا بتغلط في حتة، مرة المطرب نفسه يزود جملة أو يزود حتة فتلاقي نتيجة مختلفة. إنما في الاستيريو أو الأغاني عامة اللي احنا بنسمعها دلوقتي هي كل حاجة بقت مضمونة 100%، ضامن إن الأغنية اللي تسمعها دلوقتي هي بالظبط اللي تسمعها كمان 300 سنة، مش هيتغير فيها أي شيء. وفي الحقيقة يا قلبي الحياة وهي ناقصة بتبقى أحسن بكتير، لأن الحياة مش مصممة إن هي تكون مثالية. العشوائية اللي بتحصل وسط الحياة هي اللي بتخليها إلى حد ما حية. وأنا أتذكر فكرة إن الجمال مش في الحاجة الكاملة على قد ما هو في الحاجة الحقيقية. ضحكتك وأنت قاعد بلا مبالاة وأنت مش بتحكم على نفسك هي أحسن بكتير من ضحكتك الفيك وأنت قاعد مع أكتر شخص مشهور بتحبه في الدنيا. ولما تلاقي حاجة ناقصة ومش كاملة ما تزعلش، تفتكر إن أصلا الحياة أجمل بكتير وهي ناقصة، حياتك أجمل بكتير وأنت ناقص.